السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه اللي غتهنيك من الكوتي ديال المدرسه. غير بيضه وحده تقدري توجدي هذا الكوتي هذا لوليداتك، ينفعكم بزاف بزاف في لانش بوكس. كيجي رائع بزاف ما بين البراونيز والكوكيز، كيجي غزال غزال، كيجي مقرمش من على برا وخفيف وكذلك هشيش. كنتمنى انكم تجربوه وينال استحسانكم، كيستحق فعلا تجربه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غنحتاجوا ليه حبه من البيض تكون هكا كبيره شويه. بالنسبه للبيض يعني يكون بحراره المطبخ. درت هنا قبيصه ديال الملح، درتها في الاول في البول قبل ما ندير البيض هكا باش كنعدلو المذاقات. ودرت هاد الكاس لاروب ديال السكر سنيده مع كيس ديال السكر فاني، وغنخلط هاد السكر مزيان مزيان حتى يذوب ليا هو وداك البيض وما يبقاش ليا تماما. عاد غادي نضيف كاس الا ربع من الزيت نباتيه. بالنسبه للسكر خدموه مزيان هكا باش يذوب لكم، اولا يمكن لكم تخدموه بالبرا ميكسور. داكشي علاش كنقول لكم دائما اني خدموا بالسكر اللي كيكون هكا رقيق باش دغيا دغيا كيذوب لينا. وحنا كنخدموه هكا بالفوي اولا بالطراب اليدوي. صافي كما شفتوا هنايا في هذا الاثناء ضفت الزيت وغنخدم كذلك كاع المكونات مزيان مزيان حتى كيولي عندنا هذا الشكل هكا كريمي. عاد كنضيف هنايا واحد الكاس يعني مملوء ديال النشا. ضروري هكا هاد النشا هذا هو اللي كيخلي هاد البسكوي هذا يجينا هشيش وكيعطينا داك الهشاشه ديالو وداك الطراوه كيجي غزال بزاف. مهم كديروا كاس ديال النشا وكنخدموه مزيان بهذا الشكل هذا حتى كيولي على هذا الشكل كريمي. هنا غنضيف 2 معالق ديال الكاكاو المر. يمكن لكم تخلطوا ديروا ملعقه من الكاكاو المر وملعقه من الكاكاو الحلو اللي كنستخدموه هكا مع الحليب. انا هنا درت 2 معالق ديال الكاكاو المر، يعني ما خلطتش بيناتهم. صافي وكنغربلو ضروري داك الكاكاو من داك الحبيبات. وكذلك واحد الكيس ديال خميره الحلوى اولا بيكين باودر بوزن 8 غرام. كنغربلو كلشي وكنخلطوا المكونات. في الاخير كنضيف كاس ديال الدقيق من بعد ما كنكون مغربلاه بطبيعه الحال، او كنخلط هكا بيدي حتى كنجمع الخليط كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون هكا كيلتصق في اليدين. غنضيف عليه واحد الكميه ديال الشوكولاط اللي مقطع. يمكن لكم ديروا حبيبه الشوكولاته 2 معالق هكاك ديال الشوكولاط اختياري، يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم ما تضيفوش، غير هو كيعطي واحد المذاق زوين فاش كيذوب لداخل، خصوصا الا كان شي شوكولاط من نوعيه جيده. كيف كتشوفوا الخليط بهذا الشكل كيكون يعني كيلصق في الاصابع بهذا الشكل. هنا غنجيب لاطه اللي كتدخل الفرن، ضروري ما غادي نفرشها بالورق ديال الطهي، وضروري هكا دهنوا يديكم بشويه ديال الزيت. عاد كنكوروا واحد الكويرات اللي يكون الحجم ديالهم متوسط حيت مازال غادي يتنفخوا في الفران. وفي هذا الاثناء راني مشي على الفران كيسخن على درجه حراره 200 حتى غندخلهم الفران عاد نقص الحراره. المهم انا غنكمل هاد الكويرات بشكل كامل. وبالنسبه للفران راه شاعل عليه من الفوق ومن التحت. غندخلهم الفران وغادي نقص الحراره ل 180 ونخليهم يطيبوا تقريبا لمده 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. ما كياخذوش بزاف ديال الوقت وكيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو رائعين وزوينين. كنتمنى انكم تجربوهم، تخليوا لي رايكم في التعاليق. الى اللقاء الى وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.